السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مصطفى جمال وأنا الفوتبول شيف. من أول ما ابتدت الكرة المصرية وإحنا دايما بنسمع عن حقبة مهاجمين، مهاجم الأهلي في السبعينات، مهاجم الأهلي في الثمانينات، مهاجم الأهلي في التسعينات. وفعلا إحنا كجيل كنا محظوظين إن إحنا حضرنا حاجة شبه كده، وهي مهاجم الأهلي في حقبة التسعينات ويمكن من أواخر الثمانينات، وهو النجم الكبير حسام حسن. بس من سوء حظنا ان اول مهاجم شفناه كمهاجم حقبة هو للأسف كان اخر مهاجم نشوفه كمهاجم حقبة، لان حسام حسن كان اخر مهاجم حقبة للنادي الاهلي. من بعد الانتقال التاريخي لحسام حسن في الزمالك والنادي الاهلي بيدور على مهاجم يكون طبعا شبه حسام حسن، او بمعنى اصح يكون مهاجم لحقبة زمنية كبيرة. بس في رحلة البحث عن المهاجم طولت قوي في النادي الاهلي، مش طولت ان انت تلاقي مهاجم كويس، لا، هي طولت ان انت تلاقي مهاجم سوبر يقعد معاك فترة طويلة، وركز ليقعد معاك فترة طويلة. احنا دلوقتي تأكدنا او شبه تأكدنا من مغادرة وسام ابو علي للنادي الاهلي. يمكن هو دوت اللي فتح الموضوع النهاردة، او ان هو فتح ان انا اعمل الفيديو بتاع النهاردة. ليه؟ عشان دي مش حاجة أول مرة تحصل في النادي الأهلي، ولكن حصلت لمرات كتير قبل كده. أنا النهاردة هحاول إن أنا على قد ما أقدر أعرفكم المهاجمين اللي كانوا من بعد حقبة حسام حسن لحد وسام أبو علي. مين فعلا المهاجم اللي توسمنا فيه خير؟ مين المهاجم اللي حسينا إن هو ممكن يكون مهاجم حقبة؟ مين المهاجمين اللي كانوا شبه وسام أبو علي كده أو كانوا نفس ظروفه؟ من بعد حسام حسن وبعد الانتقال التاريخي زي ما قلت لحضراتكم لنادي الزمالك، والاهلي كان بيدور على مهاجم حقبة زي ما قلت، وفعلا الجمهور دخل في حسبة كبيرة. في الفترة ديت على فكرة ظهر مهاجم كويس وهو خالد بيبو، وكان فعلا قعد فترات كويسة، ولكن مانويل جوزيه ما كانش بيعتمد عليه كتير بعد ما كان بيعتمد عليه كتير في الاول. بس دور الاهلي على مهاجمين كتير، وفعلا ابتدينا نعمل كده. وبداية أول لاعب الجمهور توسم فيه خير والنادي الأهلي توسم فيه خير إن هو ممكن يكون فعلا بديل لحسام حسن أو مهاجم حقبة هو أحمد بلال. أحمد بلال كان من ناشئين نادي الشرقية، بعديها اتنقل للنادي الأهلي، بس معرفتنا بيه فعلا كانت 97 في منتخب الشباب اللي لعب البطولة هنا في مصر. دخل مع الفريق الأول سنة 2001-2002 مع المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، وتألق مع الفريق في الموسم دوت، ولكن تألقه الحقيقي بدأ في الموسم اللي بعديه اللي هو 2002-2003 مع المدرب الهولندي بوم فرير. وبرغم ان النادي الاهلي ما احرزش الدوري في الموسم دوت، الا ان احمد بلال احرز هداف الدوري وب19 هدف، وعلى فكرة هو تلت الموسم كان مصاب، بس بسبب تألقه الزايد قدر ان هو يحقق هداف الدوري. بعديها حصل اخفاقات كده بسيطة وراح هو احترف في تركيا، وجا بعديها رجع على فكرة النادي الاهلي تاني، ولكن مستوى سيء جدا 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 مع رجوعه للنادي الاهلي، لدرجة ان هو في اخر موسم اصلا ما احرزش ولا هدف. راح بعد كده فرق كتير زي سموحة زي الوحدات الاردني، وبعديها برضو رجع الاهلي تاني في رحلة البحث عن مهاجم، ورجع الجمهور تاني من هو بيدور على اي امل يتشعلق بيه عشان خاطر يلاقي مهاجم حقبة. المرة دي برضو الاهلي كان بيلاقي ضلته في الناشئين، والمرة دي الناشئ هو عماد محمد عبد النبي الشهير بعماد متعب. عماد متعب بداية تألقه ظهرت فعلا في كاس العالم للشباب سنة 2003 مع المعلم حسن شحاتة، وفعلا تألق جدا في كاس العالم دوت، والاهلاويه فرحوا جدا ان المهاجم الجامد اللي كان جايب جون عالمي في منتخب انجلترا ده موجود عندهم، وبدأوا فعلا ان هم يعلقوا املهم تاني ان هو ده مهاجم الحقبة الجديدة. لما رجع من البطولة بدأ فعلا يخش مع الفريق الاول، وعلى فكرة النادي الاهلي في الفترة ديت كان ابتدى يبني الفريق القوي جدا طبعا اللي احنا عارفين ان هو سيطر بعد كده على جميع البطولات، امثال طبعا ابو تريكة وائل جمعة بركات، وهو بدأ يخش مع الفريق ده اول باول. وهو على فكرة ما خيبش ظن الجمهور،
لان هو بمجرد ما ابتدى يدخل مع الفريق وموسم 2004-2005 نجح في تسجيل 15 هدف، وكمان كان هداف للدوري المصري. وعلى فكرة هو اصغر لعيب حقق هداف الدوري المصري. استمر تألق على فكرة عماد متعب لفترة طويلة، ويمكن سنة 2009 في الفترة ديت بدأ طبعا فترة طويلة لفت الأنظار مع المنتخب مع النادي، راح إعارة لنادي اتحاد جدة، ويمكن برضه راح هناك وتألق وتقريبا أحرز الدوري، وبعديها راح ستاندرد لييج وملعبش، وفعلا هو كان شبه السمك اللي ما بيعرفش يطلع من المية. رجع النادي الأهلي تاني. طبعا رجوعه ما كانش بنفس مستوى بدايته، وما كانش بنفس مستوى قبل ما يمشي، وبرضه الإصابة اللي جات له في ظهره كانت مؤثرة عليه جدا جدا، فبدأ انحدار في المستوى واحدة 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 لحد ما وصلنا ل 2018. وطبعا احنا عارفين خلافاته واللي حصل مع حسام البدري، وده فضل يكمل معاه لحد آخر أيامه الكروية، وده اللي أدى لاعتزاله سنة 2018. ومن بعدها برضه ما نقدرش في الفترة ديت نتكلم عن عماد متعب وما نتكلمش عن ذو الرأس الذهبية فلافيو. أمادو فلافيو مهاجم أنجولي، كان بيلعب في بيترو أتلتيكو، وكان متألق جدا هناك لدرجة ان هو لفت الأنظار في نادي الأهلي المصري ولفت أنظار مانويل جوزيه. فعلا جه الأهلي في موسم 2005-2006، ولكن أدى موسم كان سيء، كان في بوادر ان هو مهاجم كويس، ولكن كان موسم سيء ليه لدرجة ان هو ما سجلش غير هدف واحد، وانا اسف كان بقفاه. ولكن مانويل جوزيه اصر ان هو يكمل برغم ان كان في اصوات بتنادي ان هو لازم يمشي، ولكن مانويل جوزيه اصر ان هو يكمل. واصرار مانويل جوزيه ان هو يكمل ده خلى ان فلافيو اصلا برغم ان هو اول محترف معانا في قائمتنا النهارده، الا انه اهم محترف معانا في القائمه ديت. في الموسم اللي بعديه اصرار مانويل جوزيه فعلا كان في محله، لدرجه ان فلافيو احرز هداف الدوري ب 17 هدف. ومش كده وبس، ده كمان احرز هداف الدوري موسم 2008-2009. وطبعا مع استمرار تألق أمادو فلافيو لبدأ يلفت أنظار الخليج ليه، وفعلا جه عرض من نادي الشباب السعودي. ولكن ده ما يخليناش ننسى أهداف الرائعة اللي سجلها أمادو فلافيو ورأسياته الخرافية، وطبعا هدفه في نادي انترناسيونالي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2006. الكرة الرائعة العرضية الرائعة من طارق السعيد والرأسية الذهبية من فلافيو. بس زي ما بقول لحضراتكم كالعادة بتاعة المحترفين ان اول ما يتألق لازم يجيله عرض لا يرفض، وفعلا وافق النادي الاهلي على انتقال فلافيو لشباب السعودي. وطبعا الانتقال كان برقم كويس عشان وقتها تنتهي حقبة كانت لفلافيو ومتعب، ويرجع النادي الاهلي تاني عشان يدور على ضلته في المهاجم، ويرجع تاني الجمهور ان هو يدور او يتشعلق في اي امل عشان يدور على مهاجم الحقبه. من بعد عماد متعب وفلافيو ممكن نقول ان الفتره طولت شويه عشان الاهلي يلاقي مهاجم سوبر او مهاجم يقدر يشيل النادي لفتره طويله. في الفتره من 2010 ل 2015 على فكره ظهر مهاجمين كويسين والاهلي جابهم، زي البديل السوبر محمد ناجي جدو. محمد ناجي جدو النادي الاهلي اشتراه من نادي الاتحاد بعد البطوله الرائعه اللي قدمها في كاس افريقيا 2010، وكان البديل الذهبي فيها. حصل خلافات ما بين النادي الاهلي والزمالك على الصفقه، ولكن الاهلي هو اللي حصل على اللاعب في الاخر. على فكره جدو ادى اداء كويس جدا مع النادي الاهلي واحرز اهداف كتير. يمكن من الاهداف اللي احنا لازم نفتكرها هدفه في نهائي دوري ابطال افريقيا امام الترجي اللي النادي الاهلي احرز البطوله وقتها. ومن المهاجمين الكويسين دولت برضو كان السيد حمدي اللي وقتها كان متألق جدا في بتروجيت، والنادي الاهلي برضو حصل عليه، وكان على فكرة مهاجم برضو كويس قوي. وبرضو من الاهداف اللي ما نقدرش ننساها له يمكن هدفه برضو في الترجي، بس المرة دي كان في مباراة القاهرة، هدفه في النهائي دوت اللي سجله في مباراة التعادل، واللي كان سبب كبير ان احنا ناخد البطولة برضو وقتها. وهدفه في نادي هيروشيما الياباني في كاس العالم للأندية اللي برضو كان سبب ان النادي الاهلي ادى اداء كويس في كاس العالم للأندية في الموسم ده. وفي نفس الفترة دي على فكرة برضو ظهر مهاجم كان متألق في نادي إنبي وهو أحمد عبد الظاهر، وفعلا جه النادي الأهلي. وعلى فكرة قبل ما يجي كان قبلها بسنتين هو هداف الدوري،
ولما جه النادي الاهلي على فكره ادى اداء كويس، مش احسن حاجه ولكن اداء كويس. ويمكن ابرز حاجه احنا نفتكرها له هدفه في نادي اورلاندو في نهائي دوري ابطال افريقيا 2013، اللي بعدها احتفل احتفال سياسي وده ادى ان هو يمشي من النادي الاهلي. بس يحصل حاجه بعديها، خصوصا موسم 2013-2014 ظهر ناشئ جديد في رحله البحث عن مهاجم. وقتها النادي الاهلي وجماهيره افتكروا ان هم لقوا عماد متعب جديد، لاعب بيلعب براسه كويس، فينيشر كويس، مهاجم صندوق رائع، وهو الغزال عمرو جمال. عمرو جمال اول ما ظهر على فكره كان لعيب كويس قوي، ادى اداء كويس قوي، وفعلا في اول موسم ليه لعب 40 ماتش، سجل 17 جون، لعب موسم كويس قوي. والموسم اللي بعديه تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وخصوصا في ماتش الاسيوطي. وبعد 4 دقايق بس من بداية الماتش يحصل اللي محدش كان مستنيه، وهي ان اللاعب يتصاب اصابة قوية والنادي يعلن اصابته بالرباط الصليبي. طبعا اول ما رجعش بمستواه هو، وده ادى ان النادي طلعه اعارات لجنوب افريقيا، لفنلندا، لطلائع الجيش، لحد ما عقده ما يخلص ويمشي بيع نهائي. وللأسف برضو الجمهور ما يلاقيش مهاجم الحقبة. ورجع تاني النادي الأهلي يدور على المهاجم اللي يقدر يشيله لفترة طويلة، ولكن المرة دي اتجه ناحية المحترفين، اتجه ناحية لاعب اسمه جون أنتوي. اللعيب ده كان متألق مع الإسماعيلي في موسم 2013-2014 وكان هداف الدوري ساعتها، وفعلا بسبب تألقه دوت اتنقل لنادي الشباب، والنادي الأهلي راح اشتراه من نادي الشباب، ولكن ما ظهرش بالمستوى المطلوب. يمكن احنا ما نفتكرلوش حاجة قوية قوي غير الهدف اللي سجله في نادي روما في الماتش الودي اللي انتصر فيه النادي الأهلي. وبرضه من سوء حظ جون أنتوي ان في الفترة دي النادي الأهلي اشترى مهاجم مرعب، قاطرة بشرية، وهو الجابوني ماليك إيفونا. ماليك إيفونا كان هداف الدوري المغربي مع نادي الوداد، وتألق كبير جدا في الموسم ده مع نادي الوداد، وده ادى ان في انديه كتير قوي داخل القاره وخارج القاره تنافسوا ان هم يشتروا ماليك إيفونا. النادي الاهلي نجح ان هو اللي يحصل على اللاعب بسبب ان هو رفع قيمه الصفقه ورفع قيمتها الماديه. وفعلا لما جه ماليك إيفونا ادى اداء اكتر من رائع مع النادي الاهلي، احرز 12 هدف، ويمكن احنا فاكرين برضو هدفه المشهور بيه امام نادي الزمالك، ولكنه لعب موسم واحد فقط بسبب ان كالعادة جاله عرض لا يرفض. جاله عرض من نادي تيانجن الصيني، وفعلا اتنقل للنادي الصيني، وفعلا النادي الاهلي قبل العرض دوت لانه كان عرض ما يترفضش. وكالعادة اي محترف يظهر عندك كمهاجم ويتألق لازم يجيله عرض كبير ولازم يمشي. رجع تاني النادي الاهلي في رحلة البحث عن مهاجم، والمرة دي حاول يلاقيه في اللعيبة المحلية او المهاجمين المحليين. كان في مهاجم محلي متألق مع النادي الاسماعيلي ومتألق مع المنتخب الاولمبي في الاولمبيات، وهو مروان محسن. راح اشتراه النادي الاهلي ولكن ظهر بمستوى سيء جدا، ويمكن في اول موسم احرز هدف واحد، في الموسم الثاني جاله رباط صليبي وما احرزش ولا هدف، وحتى لما رجع من الاصابة كان مستواه سيء جدا. وفي نفس الفترة ديت النادي الاهلي اشترى محترف برضه كان متألق في الاولمبيات، وكان برضه متألق في الدوري التونسي مع نادي الصفاقسي التونسي، وهو جونيور أجاييه. اول ما جه جونيور أجاييه كان اداؤه كويس والجمهور كان متوسم فيه شيء كويس، ولكن مش هو المهاجم اللي يقدر يشيل النادي الاهلي. وكمان ان هو لما بيلعب كوينج كان بيأدي اداء احسن، وفعلا برضو ما فضل نلاقي الجمهور والاداره والنادي برضو مش مقتنع ان هو دوت المهاجم اللي يقدر يشيل النادي لفتره طويله. فرجع النادي الاهلي تاني في رحله البحث عن مهاجم. المره دي النادي الاهلي اتجه ناحيه شمال افريقيا، وفي موسم 2016-2017 في مهاجم مغربي يتألق مع نادي الدفاع الحسن الجديدي ويسجل 12 هدف و8 اسيست. وفعلا وقتها راح المنتخب المغربي نتيجة الارقام ديت عشان يلفت الانظار في النادي الاهلي. وفعلا اللاعب اللي اشتراه النادي الاهلي وجه اول موسم وتألق معانا، وهو اللاعب وليد أزارو.
في أول موسم ليه مع النادي الأهلي تألق وليد أزارو، وكان موسم رائع جدا 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 جدا، لدرجة إن هو اللاعب أحرز لقب هداف الدوري ب 18 هدف. وكان بقالنا فترة طويلة النادي الأهلي ما أحرزش من عنده لعيبة لقب الهداف. في الموسم دوت وبسبب تألقه جاله عرض من نادي صيني، ولكن المرة دي النادي الأهلي رفض العرض، ولكن اللي حصل ما كانش هو المتوقع. اللاعب في الموسمين اللي بعديهم يتفنن في إضاعة الفرص، لدرجة ان الجمهور يطالب ان هو يمشي، وفعلا بعد 3 سنين مع النادي يجيله عرض ويمشي لنادي الاتفاق السعودي. في الفترة دي تحديدا رجع النادي الأهلي ان هو يرجع يدور برضه على المهاجم السوبر، وفعلا لقاه في مهاجم محترف. خصوصا في يناير 2017 اشترى النادي الأهلي مهاجم إيفواري من الدوري الاسكتلندي، وقتها ما كانش حد يعرفه، ولما الناس بحثت عنه لقيته ان هو من ناشئين توتنهام. الجمهور وقتها كان متشكك مين دوت، ولكن سرعان ما اثبت نفسه لما سجل 6 اهداف في 9 ماتشات، وساعتها الجمهور فرح جدا وقال ان هو كده لا ضلته. ولكن ننام نصحى نلاقي كوليبالي هرب. طب هرب ليه؟ محدش يعرف. هو بيقول ايه؟ سوء معامله. محدش يعرف حاجه. النادي الاهلي يقدم شكوى، الفيفا تقبل شكوى الاهلي وفعلا تحكم للنادي الاهلي بتعويض مناسب، واللي يسدد التعويض ده بعد كده نادي النجم الساحلي، لان هو اللاعب اتنقل له بعديها بسنتين. في موسم 2017-2018 ظهر جناح مميز في نادي وادي دجله عشان يشتريه النادي الاهلي، وفعلا في الموسم اللي بعديه يلعب 6 ماتشات مع النادي الاهلي ولكن يحرز هدفين فقط. في الموسم اللي بعديه طلعوا النادي الاهلي اعاره لنادي انبي. اللاعب ده هو محمد شريف، وهو في نادي انبي مسك النادي المخضرم العبقري حلمي طولان، اللي حوله من مركز الجناح لمركز المهاجم، وبرر دوت ان هو محتاج ان هو يستخدم سرعته اكتر، وفي نفس الوقت عايز يبعده عن الادوار الدفاعيه، وفعلا سجل 14 هدف، وده خلى النادي الاهلي يرجعه من الاعاره تاني، عشان في موسم 2020-2021 يلعب محمد شريف في النادي الاهلي، وفعلا تألق كبير. ومش كده وبس، ده كمان يحرز لقب هداف الدوري برصيد 21 هدف، وساعتها كان هو اول لاعب مصري يحرز لقب الهداف في النادي الاهلي من ابو تريكة في موسم 2005-2006. في الموسم اللي بعده وبرغم ان هو سجل 6 اهداف في دوري ابطال افريقيا، الا انه انحدر مستواه بشكل سيء جدا، وحصلت كمان وقتها المشكله اللي كانت مع كيروش اللي هو نزله وبدله تاني في ماتش الكاميرون. ولكن وقتها محدش قبل دوت من الجمهور ولا حد برر دوت ليه، ومحدش استحمل انحدار مستواه. ونتيجة ان محدش يستحمل انحدار مستواه اضطر النادي الاهلي سنة 23 ان هو يبيعه لنادي الخليج السعودي قبل ما النادي الاهلي يرجعه الموسم دوت. في الفترة دي برضو تعاقد النادي الاهلي مع محمود عبد المنعم كهربا، اللي لعب مهاجم لفترات، واللي احنا نفتكر له تألقه بعد رجوعه من الايقاف وهدفه امام نادي الهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا. وطبعا ما نقدرش ننسى برضو في الفترة ديت الاسطورة موديست، اللي ما نقدرش برضه نفتكر له غير هدفه في بلدية المحلة في آخر اللحظات، وهدفه في نادي مودرن فيوتشر في السوبر المصري. وبعد رحلة طويلة 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 من الإخفاقات، شوية تلاقي مهاجم شوية لأ، تعاقد النادي الأهلي مع مهاجم من الدوري السويدي، وهو مهاجم دنماركي فلسطيني الأصل، وهو وسام أبو علي. برغم ان وسام أبو علي جه في الانتقالات الشتوية، إلا إنه أحرز لقب هداف الدوري في الموسم ده. الموسم اللي بعديه ما كانش زي اول موسم، ولكنه ادى اداء كويس. اتصاب لفتره طويله، اخر فتره ليه مع كولر ما كانش بيلعب اساسي، لحد ما جه عماد النحاس بدا يدخله، ادى اداء كويس. لعب كاس العالم للانديه، احرز 3 اهداف لبورتو، جاله العروض، وكالعاده الدولارات هي اللي بتخلص كل شيء. طبعا انا ذكرت في الفيديو دوت ابرز المهاجمين، او على الاقل المهاجمين اللي لعبوا موسم كامل كويس. في لعيبه تانية كانت متألقة برضو بس على فترات، ما عملوش موسم كامل كويس، زي محمد فضل برضو كان لعيب كويس جدا، كان من ناشئين الاهلي، ونفتكر له هدفه في نادي الاتحاد الليبي. ممكن برضو هاني العجيزي، فرانسيس ديفوركي، ممكن برضو نفتكر دومينيك دي سيلفا وهدفه الشهير في نادي الزمالك اللي عمل مشكله بين حسام حسن وبين مانويل جوزيه. ممكن برضو نفتكر زي محمد غدار، بيتر إيبوموبوي، صلاح الدين سعيدو. في مهاجمين برضو تانية نفتكرها زي محمد طلعت، كان ناشئ من النادي الاهلي، وكان وقتها متألق مع منتخب الشباب في سنة 2009 في كاس العالم اللي اتلعب في مصر. ممكن برضو من المهاجمين اللي نفتكرها محمد حمدي زكي،
فابي جونيور اللي تألق في احداث اللي احرز هدف في احداث بورسعيد ورحمه الله على الناس اللي ماتت وقتها. والتر بواليا، صلاح محسن اللي قلب الدنيا في الاسعار ودوت اللي غير خريطه الاسعار في مصر. ممكن برضو نفتكر لعيبه زي احمد ياسر ريان، اليو بادجي، ممكن برضو نفتكر حسام حسن اللي كنا جايبينه من سموحه، وبرضو ممكن نفتكر لاعب زي شادي حسين اللي احنا وقتها اتنقل بعديها لزد. بعد المحاولات دي كلها اللي انا ذكرتها وبعد اللعيبه كلها اللي انا قلتهم، في لعيبه كانت كويسه، في لعيبه ما كانتش كويسه، في محاولات نجحت، في محاولات ما نجحتش، ولكن الاكيد اللي هو من حسام حسن ما جاش للنادي الاهلي مهاجم الحقبه الكامله. في لعيبه جت مميزه جدا ولكن هم محترفين، فاكيد لما هيجي له عرض كبير لازم هيمشي. في لعيبه مصريه جت ولكن ما قدروش يثبتوا ان هم مهاجمين حقبه، ممكن عطلتهم الاصابات، ممكن عطلهم سوء المستوى، ولكن ما اثبتوش ان هم مهاجمين حقبه. هل النادي الاهلي دلوقتي بقى قادر ان هو يلاقي مهاجم الحقبه؟ طب هل النادي الاهلي قادر ان هو يكمل الموسم بجراديشار ومحمد شريف والناشئ حمزه عبد الكريم؟ ده اللي احنا هنشوفه الموسم دوت. اتمنى ان انا كنت خفيف عليكم، اتمنى ان انا قدرت افيدكم معلومات، اتمنى ان انا قدرت اسليكم. كان معاكم مصطفى جمال وانا الفوتبول شيف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.